بعيداً عن الغناء في القاعات المغلقة، يتخذ العم علي من شوارع وحدائق مدينة غازي عنتاب مسرحاً له، واستطاع أن يحول موهبته في الغناء والعزف على البزق إلى مصدر رزق. وإذا سمعت ألحاناً وأغاني عربية تصدح بها حنجرة تركية فاعلم أنه العم علي. بدأت العزف على البزق عندما كنت في 15 من عمري، ولم أخضع لأي تدريب في معاهد الموسيقى، وكنت أعتمد على سماع الأغاني وحفظها فقط، وبهذه الطريقة تعلمت العزف. لا يوجد مكان ثابت، أحيانا أعزف عند قلعة غازي عنتاب، وفي المقاهي أحيانا أخرى. أفضل العزف والغناء في المكان الذي أريده حيث أرتاح. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Fetilişler yüreğimde yaram var aman. لم يتقن العربية ولم يفهمها، لكن ذلك لم يمنعه من الغناء بها. اعتاد على سماع أغاني عربية منذ شبابه. الموسيقى هي غذاء روحه، واستطاع من خلالها نشر الفرح بين مستمعيه. كنت أستمع لفريد الأطرش وفيروز في 20 من عمري عبر الراديو. قديما كان الراديو في كل مكان، لكن الآن لم يعد أحد يستمع إليه مع وجود التلفاز. بالنسبة لي اللغة غير مهمة لتقوم بعمل ما، يكفيك أن تحب ذلك العمل. جمهور من مختلف الأعمار والجنسيات يستمتعون بعزفه وغنائه بالعربية والتركية. موسيقاه لامست أرواحهم وأعادتهم إلى ذكريات الزمن الجميل. مكتب عوراء الشجر سفر حبيبي وهجر. نكتب عوراء الشجر سفر حبيبي وهجر. يا حبيبي دخلك عود بكف غياب وسفر. يا حبيبي دخلك عود بكف غياب وسفر. بكف غياب وسفر. بكف غياب وسفر.